اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا معايا هنعمل معاكم فراخ مشوية بطريقة جميلة جدا ورهيبة. المكونات بتاعتها رائعة وجديدة. يلا بينا نعملها مع بعض. جيبي شفشق الخلاط، تحطي فيه طماطمتين وحطي فيه بصلتين الاتنين وسط، حطي عليهم معلقة خل تفاح او معلقة خل بلح، حطي عليهم معلقة جبس رمان، حطي عليهم معلقة صويا صوص، حطي عليهم معلقتين ملح، حطي معلقة زيت زيتون ومعلقتين عسل ابيض. امسكيهم افرميهم كويس، وبعد ما تفرميهم حطي منهم بقى فوق الفراخ دي فرخة وربع، وتبليهم تتبيلة كويسة، وحطي على البصل الطرنشات شوية، وبعدين اركني الفراخ ساعتين، وبعد ساعتين هاتيهم وهاتي صينية ورصيهم. بعد ما تحطيهم هتلاقي شوية صوص كده في قلب الفراخ، برضو حطيهم وحطي عليهم معلقتين زيت زيتون، وخلاص كده حطيهم في قلب الفرن ساعة ونص. وبعدين بعد ساعة ونص هيطلعوا عندك بالطريقة اللي انت شايفاها دي، جميلة جدا رائعة ورهيبة.